عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعيني الأعزاء، ولقد يتجدد قناتكم قناة خبر وقصة. النهاردة معانا خبر القبض والتحفظ على ابن الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري. هنعرف الموضوع بالتفصيل بعد ما نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومننساش نحط لايك للفيديو، ولو لسه جداد معايا بيسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان كل جديد يوصل لكم إن شاء الله. ايه هي القصة والحكاية في موضوعنا النهاردة؟ أجهزة الأمن المصرية تحفظت على نجل الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري أو عامل توصيل، وده لما صدمه بدراجة نارية كان بيقودها في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية. الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطار من غرفة عمليات النجدة بتتضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب عمره 15 سنة وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء جسمهم، وده بعد حادث تصادم على الطريق. حالتهم الصحية متدهورة جدا. انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، وتبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقة بدراجة أخرى، خاصة بعد اصطدامه بعامل التوصيل وإصابتهم جميعا الثلاثة اتصابوا بإصابات متفرقة جراء الحادث. تبين من التحريات إن في 3 مصابين بكسور وسحاجات وحالتهم الصحية متدهورة جدا. جاري تقديم الإسعافات اللازمة لل3 والعلاج اللازم ليهم في المستشفيات المختلفة. تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويذكر أن آخر أعمال النجم أحمد رزق كانت بيت الرفاعي اللي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركوا فيه البطولة أمير كرارة وسيد رجب وميرنا جميل ومحمد لطفي وتامر نبيل وصفاء الطوخي وملك أورا، وإنتاج شركة سيزكي، سينرجي، أسفة. طبعا تطورات الحالة الصحية لابن الفنان أحمد رزق، وهل هو الجاني أم المجني عليه، ده كله هنعرفه مع بعض، وإن شاء الله هنوفيكم بالأخبار أول بأول. لو وصلتوا معايا لحد هنا فأنتم من جمهور قناتي اللي بحبه جدا وبعتز بيه جدا. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى أن نلتقي، لكم مني كل تحية.